سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المباشرة من أخبار المغرب، نستهلها بأدق تفاصيل النشرة. نبدأ من إقليم وزان، حيث تعيش المنطقة على وقع تحديات مناخية فرضتها الأمطار الغزيرة. ففي تفاصيل المشهد، شهدت الطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين وزان ومسمودة وكذا الطريق الوطنية رقم 1 تصدعات وانهيارات أرضية مقلقة. الوضع يزداد دقة على مستوى المحاور الواصلة بين وزان والمجاعرة وجماعة سيدي رضوان، حيث بات التنقل مغامرة محفوفة بالمخاطر تهدد سلامة عابري السبيل. ولم يقف الحد عند هذا المنعطف، بل طالت الأضرار الطريقة الإقليمية رقم 4506، لا سيما عند قنطرة الرميل بجماعة بنيكلا، حيث أضحى العبور مستحيلا تماما. وفي سياق التدابير الاستباقية، أعلنت جماعة طروال عن قرار يقضي بالإغلاق المؤقت لعدد من المسالك الطرقية، وذلك عقب الانهيارات الصخرية التي شهدتها منطقة الحافة وحومة الشراطين. هذه الإجراءات وإن كانت تفرض عزلة مؤقتة، إلا أنها تظل ضرورة قصوى لتأمين أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم في انتظار تدخل فرقة الصيانة لإعادة تأهيل هذه المقاطع المتضررة. شكرا لكم على كرم المتابعة، نلقاكم في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة، في أمان الله.